رائعة سيد مكاوي، فؤاد حداد، صوت يرجعك سنين لورا من قبل عصر الرمضان نايتس والكفتان المسحراتي ده. تاريخ لوحده، قصة بدأت من 12 قرن، ومن الدولة العباسية للفاطميين لدولة المماليك، فضلت تتنقل من عصر لعصر. ومع التطور التكنولوجي وظهور التلفزيون والراديو اندثرت مهنة المسحرات، وعشان المسحرات يلفت الانتباه قرر يكتب أسامي الناس في ورقة وينده عليهم واحد واحد. ودي طبعا كانت حاجة مبهرة جدا للأطفال، ومين فينا ما كانش جده أو جدته يدوا للمسحراتي فلوس عشان ينده عليه بالاسم. بعيدا بقى عن الهرج والمرج اللي بيحصل اليومين دول، والراجل أبو كهارب ده اللي أنا عايزة أتكلم عنه بجد هو السحور. السحور بركة زي ما قال عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والهدف منه انه يعين على الصيام لليوم اللي بعد. زمان كنت تاخد طبق الفول ابو غطا وتروح تملاه من عند عمه بتاع الفول، وتجيب عجينة الطعمية والأسرة كلها بتساعد في تجهيزه، ونقعد نتسحر كلنا على طبلية واحدة. دلوقتي بقى سحور وبيتحجز له أماكن. مهما حاولت الرأسمالية والحدائق انها تبوظ صورة رمضان في عيوني انا واللي زي، هيفضل شهر رمضان احلى واخف شهر في السنة. كفاية انه الشهر الوحيد اللي قادر يجمعنا كلنا على سفرة واحدة. الستات في رمضان بتشتغل طول اليوم عشان بس تبسط اسرتها. تحية لكل ست في كل بلد مسلم. وكمان بمناسبة يوم المرأة اقول لكم على حاجة، ده اول رمضان في حياتي اقضيه وانا مش مع اهلي وصحابي. وحشتني عربية الفول وزحمة الشوارع وصوت الزينة والفوانيس الكبيرة. حقيقي رمضان في مصر حاجة تانية. السحور وجبة من طعم البيوت.